السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم سمية USA، قناة مغتربة مغربية أمريكية. هذا الفيديو ديال اليوم فهو صراحة إجابة لبعض الأسئلة، بعض المتتبعين اللي شاركوني بعض الأسئلة واللي منها علاش سمية اللي ما تشاركيناش بعض الجولات أو الخرجات في حياتك اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية كمغربية عربية مقيمة هناك. إذا فيديو اليوم فهو غادي نشارككم بعض الأجواء ديال موسم قطف التفاح هنايا في الولايات المتحدة الأمريكية. عادة قطف التفاح أو الفواكه الموسمية فهي عادة زوينة بزاف، كيتوجه العائلات والأصدقاء للفيرمات، كيخلصوا واحد القدر مالي، كيدخلوا كيعطيهم واحد الصاك صغيور، ومن بعد ما كتقطف الفواكه كتوضعها في داك الصاك وكتمشي في حالك. ولكن الغرض في حد ذاته ماشي هذاك الصاك ديال التفاح، ولكن هذوك الأجواء اللي كترافق هاد القطف، بمعنى كتلعب، كتهبش، كتدور، كتلعب، كدوز وقت زوين بزاف، كتشم ريحه التراب، انك صراحه كتكون موحش هذوك الاجواء ديال العروبيه اللي الحياه اليوميه والارق والستريس ما كتستافدش منها ديما. زرعة اليوم فهي كونرز اللي كاينه في دنفرز في ولايه ماساتشوست. تأسست سنة 1904 واللي جات بعد أجيال من هاد العائلة اللي كانوا فلاحين وكيفلحوا الأرض أكثر من 300 عام أو 300 سنة. بالنسبة لموسم قطف التفاح عادة كيبدا تقريبا من أواخر شهر غشت حتى لأواخر شهر أكتوبر، ولكن صراحة هاد العام فهو حالة استثنائية مادام كاين هاد الوباء ديال كورونا. فاحنا كربة أسرة وكعائلة ارتئينا أننا نتجنبوا الازدحام على حسب سلامتنا وسلامة أبنائنا وأنفسنا. ما مشينا حتى الأواخر ديال شهر أكتوبر، بمعنى لقينا أن التفاح صافي تجنا وما بقاش، ولكن بغينا غير نمشيو نبدلو جو وندورو ونستافدوا من هذوك الأجواء. للإشارة من شروط ديال دخول هاد الفيرما أنك تكون لابس الماسك ديالك من عامين والفوق، كذلك احترام سلامة الأمان، تقريبا 1 متر و82 سنتيم، بمعنى الا كنتي تلاقيتي بناس اللي ماشي معاك في الجروب ديالك ولا في المجموعه ديالك لازم تكون بعيد عليهم بمتر و82 سنتيم، احتراما لسلامه الامان المتعارف عليها. كذلك فهاد الفيرما هادو وفروا اماكن غسل اليدين والمعقمات وما غيره، كذلك البلايص فين كيبدلوا الوليدات الصغار الحوايج، كذلك المراحيض العموميه، كل شيء متوفر. كذلك يقوموا بحفلات الاعياد، العيد الميلاد او غير ذلك. يكفي انكم غير تدخلوا الويب سايت او الموقع الرسمي ديال هاد الفيرما وتهضروا مع هاد المسؤولين على حسب هاد الفيرما. بالنسبه للاثمنه فصراحه في المتناول، بمعنى كل واحد كيخلص $16.99. بالنسبه لخلصتي اونلاين كنقصوا لك $1 $15.99. الا كنتي فوق من 65 عام كتخلص غير $14.99. وبالنسبه للوليدات الصغار قل من عامين فهما كيدخلوا فابور. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا يعجبكم شويه وديروا معنا واحد الدوره. فقط للاشاره راني صورته قبل من ذكرى مولد النبوي الشريف، فقط مادام انني كنت شويه مشغوله حسب فيديوهات اللي بغيت نشارك معكم على حسب ذكرى مولد النبوي الشريف، الحلويات وما غيره، فانا ارتئيت حتى يفوت ان شاء الله هاد الذكرى عاد نشارككم هاد الفيديو. تهلاو في راسكم بزاف دائما، اكيد فضلا وليس امرا نشاركوا هاد الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، تعمل فائده ويكون دائما دعم ليا والقناه ديالي. وبالنسبه للمتتبعين هنا في امريكا خاصه في ولايه ماساتشوست غادي نخلي لكم ان شاء الله عنوان ديال هاد الفيرما في صندوق الوصف. وتهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.